هو احنا لو بنشتري عربية بننزل نشتري أي عربية في اللي احنا نقدر عليه وبعدين نجرب ايه اللي هيعجبنا وايه اللي مش هيعجبنا فيها؟ ده يبقى سلوك غريب جدا، مع ان العربية دي مقارنة بمستقبلنا ولا حاجة. العربية يعني عادي، مش مصيبة، يعني شوية وهنغيرها. لكن القرار بتاع مستقبلنا هيبقى شكله ايه؟ ده بيلزق فينا العمر كله. فانت ازاي تيجي في قرار بسيط زي العربية اللي هتشتريها وتقعد تسأل طوب الارض وتجرب العربيه وتقرا كل الريفيوز اللي عليها في كل حته في العالم، وتسال على قطع الغيار وتسال على الصيانه وتسال على الريسيل فاليو لو بعتها هتجيب لك كام وبتعيش قد ايه؟ يا نهار ابيض، ده انت بتقلب الدنيا. الحياه بتقف في البيت عشان بنجيب عربيه، مع انها حاجه عادي، يعني الفروق مش كبيره قوي ومش حاجه تقعد معايا العمر كله، تقعد معايا 7 سنين 10 سنين 5 سنين، انا وفلوسي بغير كل قد ايه، فمش شغلانه يعني. طب ومستقبلي بقى ما بسألش عليه الأسئلة دي. يعني أنت تحب تكون حابب فكرة الطيار، عجباك فكرة الطيار أو يلبس كويس، شكله بيلمع، رايح جاي، المجتمع شايفه حلو، تقوم مسافر تدرس طيران. الله، حاجة جميلة جدا، صرفت ملايين، رجعت تكشف طبي ما تنجحش. إيه ده يا جماعة، أنا كنت ناجح في أمريكا. لا يا حبيبي، الكشف الطبي في أمريكا غير في مصر. أنا ما كنتش أعرف. يا خسارة حبيبي إنك ما كنتش أعرف. الكشف الطبي في مصر أصعب 90 مرة من الكشف الطبي في أمريكا. طب أعمل إيه دلوقتي؟ ولا حاجة. الوقت والفلوس والمجهود اللي راح ده راح. مش كان من باب اولى واحنا في اعدادي واحنا في ثانوي نشوف مين اهالينا يعرفوا طيار يقعدوا معاه يتكلموا معاه يشرح لهم الدنيا دي بتمشي ازاي؟ فكنا نتجنب كل المأساة دي بعد ما بقى اهالينا عملوا حسابهم ان الكابتن راح والكابتن جه وباعوا حتة ارض وجابوا الفلوس وحرموا نفسهم من البليلة وعلشان انت تاكل وفي الاخر مفيش. هل تعلم ان في شغلانات برضو زي الطيران والضيافة وكل ما يتعلق بالطيران والشرطة والجيش والخارجيه ان ليها استعلام امني، حاجه مالكش انت دعوه بيها خالص؟ هل تعلم ان لو جدك كان عنده مشاكل امنيه انها تسمع عندك وانك مش هتعرف تشتغل الشغلانات؟ يبقى انت درست وحطيت المجهود وذاكرت وامتحنت وتيجي تعمل الشغلانه يقول لك لا والله اصل ده كان جدك عنده مشكله امنيه، ولا خالك ولا عمتك عليها قضيه مش عارف تبديد ايه ولا ايه، فانت ما ينفعش تدخل كليه شرطه او ما ينفعش تبقى طيار او ما ينفعش تدخل خارجيه او. طب مش كان من باب اولى انك كنت تبقى عارف الحاجات دي من قبل ما تدرس؟ ولا انت تدرس وتضيع العمر والمجهود وما تيجي تشتغل تكتشف المشكله فتحس انك مظلوم؟ لا يا حبيبي، مش مظلوم. هي شغلانات حساسه لازم هيبقى فيها استعلام امني. انت بس كنت صغير ما تعرفش ان في حاجه اسمها استعلام امني ولا ان الامن ده حاجه مهمه، ولازم هنبص عليك بصه اكتر من غيرك علشان انت بتعمل حاجه فيها مسؤوليه اكبر من غيرك، وبالتالي لو عليك اي شبهه هنستبعدك وناخد اللي ما عليهوش. دي حاجه طبيعيه جدا وفي كل حته في العالم، انت بس ما كنتش واخد بالك. هل تعلم انك عشان تدخل الخارجيه مش محتاج تكون خريج سياسه واقتصاد؟ انت ممكن تكون خريج اي مؤهل عالي وتدخل خارجيه عادي جدا. تجاره، هندسه، صيدله، اسنان، اعلام، كل الناس دي الخارجيه بتعمل اعلان تقول محتاجه ملحقين دبلوماسيين، حضرتك تروح تقدم انت ومعلوماتك العامه ولغتك ومظهرك وعيلتك وتاريخك وطموحك وعايز تعمل ايه. كل ده اللي بيخليك تنجح وتبقى سفير وانت ما دخلتش سياسه واقتصاد. هل تعلم؟